السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض تاج إلسا بالضفيرة بتاعته بطريقة سهلة جدا وبسيطة. نبدأ على طول مع بعض ونقول بسم الله. أول حاجة بعملها هي عقدة البداية، مستخدمة خيط أستك وإبرة مقاس 3.5. البقرة ب20 جنيه. بعمل حلقة البداية، عقدة البداية، وببدأ اشتغل 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. ده العرض اللي انا عايزاه، ممكن يبقى ارفع من كده، ممكن يبقى اعرض من كده، حسب ما انا عايزه. هدخل في تاني سلسلة على طول وابدأ ان انا اشتغل غرزة حشو، وكل غرزة تقابلني هشتغلها غرزة حشو للنهاية. هرتفع غرزة سلسلة للسطر التاني وهلف الشغل، وهحط طرف الخيط عندي قدام الغرز عشان اشتغل عليها واداريها اول باول. هشتغل اول غرزة حشو مع ارتفاع السلسلة، هنعتبر ان اول غرزة حشو انا اشتغلتها هتبقى التانية، لان غرزة الارتفاع محسوبة. وادي التالتة، الرابعة، الخامسة، 6، ومعايا الخيط بداريه، الغرزة السابعة، والغرزة التامنة بتكون في الطرف خالص مش واضحة شوية، بحاول على قد ما اقدر اوصلها. برتفع سلسلة للسطر الثالث وبلف معايا الشغل، اخلي بالي ان اول فراغ هيقابلني ده مش بشتغل فيه، بروح للي بعده على طول علشان اشتغل اول غرزة حشو، لان اول فراغ بيقابلني ده هو اللي تحت غرزة الارتفاع، فعشان اخد بالي وما اشتغلش تزايد. ادي الغرزة التانية بعد الارتفاع، وادي الغرزة التالتة، الرابعة، الخامسة، 6، 7، 8. دايما الغرزة اللي في النهاية عشان بتبقى في اللي هي في بداية السطر اللي قبله بتبقى ضيقة شوية. وبرتفع غرزة سلسلة كمان وبشتغل السطر الرابع برضو 8 غرز، بفضل اشتغل لغاية لما اوصل لمقاس دوران الراس ما اقل منها بسنتي واحد. ده كده عندي الشكل بعد ما وصلت للطول المناسب عندي الا سنتي. يعني ايه الا سنتي؟ يعني مثلا مقاس دوران الراس عندي 50 سنتي، بشتغل 49 سنتي بس. ليه؟ علشان الحركة اللي انا هعملها دلوقتي في القفل هتزيد من المقاس عندي بتاع سنتي واحد. دلوقتي انا وصلت اهو، دي نهاية ايه السطر بتاعي. بعمل ايه؟ برتفع سلسلة، برتفع سلسلة وكمان سلسلة، وبدخل في الجنب وبشتغل غرز حشو. انا ارتفعت ايه سلسلتين، وهفضل ماشية بالجنب كده. طبعا هو مفيش غرز ان انا امشي عليها، يعني مفيش اللي هي السبعة دي عشان ادخل تحتها، فانا بحاول على قد ما اقدر اضيق ما بين كل غرزة والتانية علشان تعملي شكل الغرز. بكمل للنهاية لغاية لما بوصل
للطرف التاني في الزاوية دي. بكمل ورا الكاميرا وارجع. ده كده اهو بعد ما وصلت للزاوية التانية اللي في الطرف التاني، فبشتغل برضو السلسلتين. لو انا شغاله سلسلتين وما لقيتش الجزء ده لف معايا عشان الخيط تخين فبتلف معايا بسهوله، لو ما لقيتهاش بتلف بسهوله ممكن اشتغل 3 سلاسل بدل سلسله واحده. دلوقتي قابلني 8 غرز بشتغل في كل غرزه، دول 8 الغرز البدايه. بشتغل فوق كل غرزه غرزه لغايه لما بوصل للزاويه التانية، وبرضو بشتغل السلسلتين او 3 على حسب ما تدور معايا، وبكمل السطر ده كله لغايه لما بوصل للطرف التاني، ويبقى انا كده اشتغلت الدوران كله علشان اقفلها. انا كده اهو وصلت للزاوية التانية. يبقى انا بدأت الفيديو اشتغلت، كنت شغالة ال8 غرز هنا، وبعدين اشتغلت كل الجزء ده لغاية لما وصلت للزاوية التانية واشتغلت سلسلتين. اشتغلت ال8 غرز اللي فيهم بتوع البداية سلسلتين برضو، وبعدين اشتغلت باقي الطول لغاية لما وصلت لهنا. دلوقتي عشان اميز اهو بين الوش والظهر، الوش هيبقى فيه السلاسل واضحة قوي كده داخلة على جوه هنا شوية، من هنا هتلاقيها على بره، فهو ده الظهر اللي على بره ده كده هيبقى هو ده الظهر. فانا هتني على الظهر، الوش يكون جوه والظهر هو اللي يكون بره علشان اقفل الجزئين دول على بعض. هرتفع سلسلة وبعدين هطبق جزئين على بعض. طبعا هو ايه الغرز مش في الاتجاه الطبيعي بتاعها، فانا هضطر ان انا اجيب الابرة على قدام شوية وادخل الجزئين مع بعض واشتغل غرز حشو. ادي 1 2، وبكمل كل غرزة قصاد التانية لغاية لما بوصل للطرف التاني. اخر غرزة معايا اللي هي في الطرف بتاعت الاطار، وهشتغل سلسلة. بعد ما خلصت هشتغل سلسلة وهقلب الشغل بتاعي. بعد ما قلبت الشغل بتاعي انا كنت شغالة سلسلة، دلوقتي هشتغل كمان سلسلتين. ادي 1 ادي 2، في نفس المكان هشتغل عمود بلفة، كمان عمود بلفة، يبقى انا في نفس الارتفاع اشتغلت عمودين، يعني كلهم 3 عمودين 3 عواميد بالارتفاع. بعد كده هشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وفي نفس المكان اللي اشتغلت فيه ال3 عواميد برضو هشتغل 3 عواميد كمان. ادي 1 2 3. عندي الغرز واضحة. بعد ما عملت الاطار هسيب اول غرزة، هسيب الغرزة اللي بعدها، يبقى انا هسيب غرزتين. في الغرزة رقم 3 هشتغل غرزة حشو، وبرضو هعد 2. ادي غرزة 1 ادي الغرزة 2 برضو في الغرزة 3 هدخل المرة دي واشتغل برضو زي الاولانية دي 3 عمود. ادي اول 1 ادي 2 ادي العمود الثالث في نفس المكان 4 سلاسل، 1 2 3 4، في نفس الغرزة بشتغل 3 عواميد تاني، يبقى في الغرزة الواحدة بشتغل 3 عمود 4 سلسلة 3 عمود، وبعدين بعمل سكيب او بفوت غرزتين. ادي 1 2، وفي الغرزة الثالثة بشتغل غرزة حشو،
وبرجع تاني بفوت 1 2 في الغرزة التالتة، بشتغل 3 سلسلة 4 3 قصدي عمود 4 سلسلة 3 عمود في نفس الغرزة لنهاية السطر. كده بشتغل بنفس الطريقة، منساش ان انا بفوت غرزتين، مرة اعمل في الغرزة التالتة غرزة حشو ومرة تانية اعمل في الغرزة التالتة برضو المجموعة دي اللي هي 3 عمود 4 سلسلة 3 عمود عشان تدينا الشكل ده في النهاية. اكمل لنهاية السطر. بعد ما وصلت لنهاية الغرز بتاعتي المفروض ان انا افوت غرزتين، ادي 1 2 وفي التالتة اعمل حشو وبعد كده ارجع اعمل غرزة كمان اللي هي 3 عمود 4 سلسلة 3 عمود. بس انا باقي معايا اخر 5 غرز. بعمل ايه؟ عادي خالص بتجاهل كل دول وبروح اقفل في اول غرزة انا اشتغلت فيها، هتشد ال3 غرز او الغرزتين الزيادة وخلاص كده مفيش اي مشكلة. بعد كده انا بجيب الخيط وبقصه خيوط طويلة علشان اعمل الشعر الطول اللي انا عايزاه، وببدأ ان انا اوصله في التاج. بوصله ازاي بقى؟ بالظبط اهو الطرف على الطرف. انا بالمناسبة مستخدمة خيط لندن ده اللي هو الاستوك علشان سعره اقل شوية. وصلت ليه الجزء ده، باجي بقى من عند الغرزة بدخل بالإبرة تحت الفي كلها الاتنين تحت الحلقتين وباخد الخيط كأني هاخد غرزة بالظبط وبشده وبخرجه من الغرزة وبعدين بعمل سلسلة وبخرج الخيط كله. هعمل واحدة كمان. بتني الخيط على بعضه بيكونوا قد بعض وبجيب الحتة المقفولة وبروح للغرزة اللي عليها الدور وبدخل تحت الفي او تحت الحلقتين بالإبرة وبسحب الخيط بتاعي. الإبرة بتكون داخلة في نص الخيط الأبيض وبعدين بعمل سلسلة وبخرجها كلها من على الإبرة. ده شكلها بعد ما اشتغلت اكتر من واحدة حوالي 8 خصل. هكمل لباقي الدوران وهرجع لكم بإذن الله. دي كده انا بعد ما خلصتها كلها داير ما يدور كل غرزة ما فوتش ولا غرزة. دلوقتي انا عندي الغرز دي تقريبا كده 75 غرزة. بعمل ايه؟ بقسمهم الربع والتلات ارباع، يعني انا هاخد تقريبا 25 غرزة 75 قصدي 25 خيطة دي كده ببعضها. هاخد الاتنين مع بعض بحسبهم واحدة واعد لغاية 25 1 2 من على اليمين 3 4 كده معايا 25 خيطة والباقي كله لوحده. واللي انا مش هستخدمهم دلوقتي هحطهم في التوكة عشان يبقوا بعيد عني. وهعمل ايه بقى؟ هاخد اول 10 غرز، اول 10 من على اليمين وهطلعهم على فوق، هتني على فوق اول 10 بس مرتين، ادي مرة وادي التانية. بعد كده هاخد واحدة ومن تحت
هضمها على ال10 دول ومن تحت والف على فوق. واخد خيطة جديدة طبعا على بعضها، الخيطة على بعضها، واحطها من تحت والف. والخيطة اللي بعدها باخدها من تحت، بضمها على ال10 الاولانيين وبلف على فوق. باخد خيطة جديدة بحطها تحت الخيط وبلف على فوق. باخد خيطة جديدة بحطها تحت وبلف على فوق. باخد خيطة جديدة بحطها تحت وبلف على فوق. كمان واحدة، اخر واحدة هعملها قدام الكاميرا والباقي كملوا ورا الكاميرا. ادي خيطة جديدة بحطها تحت وبلف على فوق. هكمل باقي لغاية قبل التوكة اللي هما ال25، هكملهم كلهم ورا الكاميرا وارجع لكم. كده انا عملتهم كلهم اهو، ووصلت للجزء اللي فيه التوكة. دلوقتي انا هربط دول اهو. ده بقى شكلها وانا ربطاها. دلوقتي هلف الشغل تاني خليه شمال اهو. رجعت لنقطة البداية، انا كنت شغالة ناحية اليمين كده، المرة دي هشتغل بقى في الجزء اللي عليه التوكة ناحية الشمال. ده المربوط اهو، خليه بعيد. هشيل التوكة ونفس اللي انا عملته في اليمين هعمله بس ناحية الشمال. هعد 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اخد ال10 دول وهلفهم مرتين، وبعد كده اخد خيطة اهي دي اللي عليها الدور اهو، باخدها من تحت وبلفها، بلف على فوق. نفس اللي عملته يمين بس بعمله ناحية الشمال. اخد خيطة جديدة وبضمها عليهم وبلف ناحية فوق. باخد خيطة جديدة بضمها عليها وبلف ناحية فوق كمان مرة، اخر مرة، وبعد كده هكمل باقي ورا الكاميرا. ادي مرة هكمل الجزء ده كله اللي هو الجزء الكبير ورا الكاميرا وارجع اقول لكم هنعمل ايه. وصلت لاخر خصلة وعملتهم كلهم اهو. دي اخر واحدة وكده اتقابلت مع الجزء التاني. هنزله بقى بشويش تحت. الجزء التاني اهو اللي انا ربطاه، ما كده اتقابلوا في نقطة واحدة. هفك بقى الخيطة. ده ال25 غرزة اللي انا خدتهم في الاول، ودول الباقي الغرز عندي. هقسم الباقي الغرز، هقسمهم بالنص اهو بالتقريب كده يعني.
وابدأ بقى ان انا اضفر، اعملها ضفيرة، اجيب دي في النص، دي مرة في النص، دي مرة في النص، الضفيرة العادية بقى. اللي على اليمين احطهم في النص، واللي على الشمال احطهم في النص بالتبادل كده. اللي على اليمين احطهم في النص، واللي على الشمال احطهم في النص. وكملهم للنهاية بنفس الطريقة دي. هكمل الضفيرة ورا الكاميرا وارجع لكم. ده كده بعد ما خلصت الضفيرة، وده بقى شكلها، وربطتها في النهاية. نيجي بقى للجزء اللي فوق ده اشتغلت سطر كمان، هشتغله معاكم اهو، هنعمله سوا. الضفيرة بتاعتي على الجنب، بتبقى على الجنب. انا هروح لنقطة المنتصف اللي انا فرقت عندها ال25 غرزة وبقيت الغرز مع بعض. ادي نقطة المنتصف اهو. ادي كده المثلث اللي فوقها، يبقى انا هبدأ من المثلث اللي بعدها، هشتغل في ال3 مثلثات دول، 1 2 3 خيط جديد، وهعمل اشتغل عقدة البداية. دي اول مثلث، ده اول مثلث هشتغل فيه. بروح لغرزة الحشو اللي هي كانت قبله على طول، وبدخل فيها وبسحب خيط، وبرتفع سلسلة، وبحط الخيط، طرف الخيط معايا بشتغل عليه، باخد لفة وبروح على ال4 غرز اللي في النص واشتغل فيهم على طول. بالمناسبة ال4 غرز دول ممكن اخليهم 5. بدخل على ال4 غرز، باخد لفة وبشتغل عمود، وفي نفس الفراغ ال4 سلاسل بشتغل العمود التاني، في نفس الفراغ بشتغل العمود التالت، وفي نفس الفراغ بشتغل كمان العمود الرابع. يبقى السطر الاول كنت شغالة 3 عمود 4 سلسلة 3 عمود، في السطر التاني بشتغل 4 عمود 3 سلسلة، في نفس المكان 4 عمود. ادي العمود الاول، عمود بلفة عادي، العمود التاني، العمود التالت، العمود الرابع. بروح لغرزة الحشو اللي بين المثلث والتاني وبشتغل فيها غرزة حشو عادي، بروح للفراغ ال4 سلاسل وبشتغل فيها تاني 4 عمود بلفة. ادي العمود الاول، التاني، العمود التالت، العمود الرابع، في نفس المكان كله، وبشتغل 3 سلاسل، وبعدين 4 عمود بلفة، 1 2 3
4. بعدين في غرزة الحشو اللي ما بين المثلثين بشتغل غرزة حشو، وبروح للمثلث الثالث وبرضو بشتغل نفس الحكاية 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود، اشتغلهم ورا الكاميرا وارجع لكم. خلصت المثلث الاخير بروح لغرزة الحشو اللي ما بين المثلثين وبشتغل غرزة حشو، وباخد سلسلة وبقص الخيط. وده كده شكل التاج بتاعي بعد ما خلصته وحطيت الاكسسوارز عليه. دي شكل الضفيرة، والهنا يبقى خلص الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون قدرت اساعدكم فيه ويكون الفكرة بسيطة وقدرت اوصلها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.